كوبايه من السكر. في اسهل من كده؟ هحطهم على النار. بس معايا كوبايه من دي السمولينا، كوبايه واحده، عليها ربع معلقه صغيره، ربع معلقه يعني على طرف المعلقه كده بيكنج باودر بسيط جدا. عليها ربع كوبايه من الزيت، ممكن تعمليها ربع كوبايه من السمنه، ممكن تحطي ريحه سمن بلدي، ممكن تحطي فانيليا، يعني حاجات بسيطه. هنا خلاص معايا دابت كده، داب السكر. السكر كان معايا ربع كوبايه من السكر، عليهم ربع كوبايه من الميه، ربع من الزيت او السمنه، كوبايه من دي السمولينا، رشه بسيطه من البيكنج باودر. شايفين مقاديرنا بسيطه ازاي وسهله وحلوه المقادير كده ببعضيها كده تمام جدا. يعني انا عامله مقدار صغير خالص، يعني حاجه بسيطه كده. انا هنا معايا بايركس صغير مش كبير يعني، وكمان لو اصغر من كده يبقى افضل. كده دهنت معايا البايركس. هنزل بالخليط بتاعنا ده علشان تتفرد معاكي، ولو بايركس امسحيه كده علشان ما يبقاش فيه اي نوع من ما بيتمسحش، بيبقى مش حلو لما بيطلع من الفرن. فامسحيه كده، اتاكدي ان انت مسحاه. ممكن تحطيه في صينيه عاديه خالص بس مقاس صغيرين، بس عشان لو ايه حد عايز يجربه. احنا لسه هنعمل عليه وصفه حلوه جدا، وهنعمل كمان طريقه جديده للكنافه. ممكن احط ده مع كنافه. الكنافة هنا أنا هحمرها في الفرن، مش هتاخد معايا أكتر من حوالي أقل من نص ساعة هتكون احمرت. لو خدت احمرت من الجناب وكانت لسه الوش، ممكن تحطيها تحت الشواية دقيقة كده ولا حاجة. هكون مسخنة الشربات، كوباية من السكر، عليها كوباية من المية، عليها عصرة ليمونة وكيس فانيليا. تعالي نعمل كده الكريمة. معايا كوبايتين من لبن جوز الهند أو مية أو لبن عادي لو حابين نعملها صيامي كده تمام. ومعايا معلقة كبيرة من الدقيق، معلقة كبيرة من النشا، معلقة دقيق. وكمان هنحط عشان يدينا طعم حلو جدا، هنحط معلقة كبيرة من الكريم شانتيه الخام، هيدينا طعم حلو جدا. في البسبوسة كتير من السكر، ممكن ما تحطيش سكر، لكن لو انت حابة تسكريها براحتك خالص. انا ممكن احط معلقة سكر. الخليط ده على النار هقلبه على البارد، لازم نقلبه حلو جدا ما يبقاش فيه تكتلات. لازم اتاكد ان احنا قلبناه حلو خالص، وبعد كده ننزل بيه على النار. وهنا خلاص شغلنا النار. قلبي على طول، فيها تحريك مستمر علشان ما تكلكعش معاكي من تحت. سيبيها كده لحد ما تغلي معاكي. ابتدى يقلي معانا، يقلب كده معايا خلاص، كده خلاص غلى معايا بقى تمام. هسيبه بس يبرد كده حوالي 10 دقايق، يعني يبقى دافي كده، يطلع طعمها رائعه. يعني مش عشان ما فيهاش لبن هتطلع طعمها وحش، لا طعمها حلو جدا. جربي كمان اللبن جوز الهند ممتاز جدا بينفع. بعد كده هنزله على البسبوسه اللي احنا عملناها. وهنا خلاص معايا البسبوسه اللي احنا شربناها سكر، عليها كوبايه من الميه، هننزل عليها بالقشطه كده المهلبيه على الكنافه بتاعتنا. هحط عليها بس تبرد كده عشان لسه فيها البخار. هحط عليها الكنافه اللي احنا محمرينها في الفرن مع البسبوسه من غير اي ماده دهنيه، فطلع معانا زي ما انت يعني. عشان تحمريها، حمريها كده صحيه اكتر من ان انت تحطي لها سمن كتير، هي عايزه كميه سمن كبيره. لو انت هتحمريها على النار من فوق من على البوتاجاز من فوق، فخليكي افضل بكتير ان انت تحطيها في الفرن. مش هتكلفك سمن ولا هتكلفك سكر، وحلوة جدا. هتاكل كنافة. تعالي نقطع كده حتة. تغيير. شايفين الجمال؟ شايفين الحاجات الحلوة دي؟ هنا الكنافة الحلوة دي اللي احنا مش محمرينها في اي مادة دهنية، فبتطلع مقرمشة